لك؟ ها. ليش السنة والشيعة واحد يكره الله؟ ما أدري. هو لأن واحد يكره الله، لأن واحد يريد يسوي مشاكل بيناتهم، فواحد يتعارك ويا الله، واحد يقتل الله. يعني شو اسمه، مو واحد من الغربة واحد من البلد؟ لا، احنا كنا عراقيين وهاي، بس هم يعني شو اسمه لازم واحد يتعارك ويا الله، عندهم مشاكل بيناتهم، اكو واحد يريد يسوي مشاكل بيناتهم حتى انفصلوا هاي، وبعد ما نتلاقوا واحد يقتل الله. قلت لك يعني صدق هذا الحكي؟ صدق، دق الباب طلع بنكتة. يابا ادلنا شوي، خلينا نلعب صفكم. انتم مين سامعين هذا الكلام؟ من الناس. زين تعتقدون هذا الكلام صدق؟ اي صدق. زين خل احكي لك سالفة. انا ذاك اليوم قاعد اتمشى بالشارع، فصاحني صديقك. حبيبي تفضل. قال لي انت اخو مؤمل؟ قلت له اي انا اخو مؤمل. قال لي ترى مؤمل اليوم قدامي طب ابو الاسواق وباق من عنده اغراض وطلع وما طاف فلوس. صدق؟ لا زين لا عاد شلون تصدقون بكلام الناس وكل شيء ينقال؟ ترى مو كل شيء ينقال صدق. اكو ناس تحب تفرق وتحب تدمر وتحب على مودية تعيش. انتوا تدرون من سبب التفرقة كلها؟ لا. ما تدرون مو؟ الامريكان سبب التفرقة اللي صارت بين السنة والشيعة. راح تقولون ليش وش استفادتهم؟ تدرون الامريكان اول ما طبوا للعراق ايش قد ما الطين قتلى؟ خلال شهرين اطوا اكثر من 10,000 قتيل. بحيث انه كانوا من يطبون المكان ما يطلع جندي من عندهم. صديقي يسولف كان قاعد بالاطراف، يقول كانوا من يطب الرتل مال الامريكان كله يحترق ما يطلع منه لا جندي ولا دبابه، لان كانوا السنه والشيعه المقاومه مالتهم سويه، يطلعون سويه. اذا يوقع السني الشيعي يشيله، واذا يوقع الشيعي السني يشيله. كانوا ايد واحده، واحد يساند الاخ. الامريكان شافوا هيك الشغله وصعبه، احتمال ما يظلون اقل من سنه بالعراق، فسووا التفرقه بين السنه والشيعه. راحوا على المقر مال الشيعه مال المقاومه الشيعيه وضربوا المقر وذبوها براس السنه، وراحوا على المقر مال السنه وذبوها براس الشيعه. تلقت بيناتهم الحرب، قامت الشيعه والسنه ناس تقتل ناس لحد ما صارت طائفيه وصار قتال بالشوارع بين السنه والشيعه. لذلك تشوفون هسه حالنا وصلنا الى هذا الحال، لان امريكان واسرائيل عندهم مثل يقول او قول يقول فرق تسد. هم لو مفرقين بيناتنا كان ما صبروا هالقد، مو وصلوا لهالمرحله. فانتوا ايش تسمعون من الناس او اي واحد، اذا صديقك او اي واحد لا تصدق بيه، ترى مو كل شيء ينقال صدق. ترى فرق بين الحق والباطل 4 أصابع. فرق انه تسمع او تشوف بعينك، فمو كل شيء تسمعه باذنك صحيح، ترى كلامه ما يغلط. فصديقك اللي يقول لك هيك ترى ما يحبك، اللي لو يحبك ما يخليك بهيك، لانه انت اذا تقول تحكي هذا الكلام انت الباكر حتروح تسولف صديقك يسولف صديقك لحد ما ترجع الطائفيه. بس الحمد لله الطائفيه انتهت بين الشعب. السنه والشيعه ترى واحد يحب الله، خاصه انت مو عندك اصدقائك تعرف اني سني ومني شيعي، ما تعرف، كل عايشين سويه. وهذا هاي الطائفيه عرفوها ترى ما تفيد. احنا كنا عراقيين ببلد واحد، قبل كانوا ما يعرفون من سني ومن شيعي، كانوا كلهم عايشين سويه. فالاريده من عندكم الصديق اللي يحكي لك بهذا الموضوع يقول لك انت سني لو شيعي زعله لا تحكي له، لان هذا ما يحبك وما يريد مصلحتك. لو يحبك ما يجيبك هيك سوالف وما يحكي لك بهيك طارق. اللي الصديق اللي يحب ما يريد بس الخير الصديق. ما علي هذا سني لو شيء، المهم هذا عراق، احنا كنا عراقيين ببلد واحد. هسه توعدوني بعد ما تحكون هيك سوالف زين؟ لا بعد ما نحكي ابدا. عرفتوا انتوا شنو السالفه؟ وسولفوا لجماعتكم، سولفوا لاصدقائكم، اي واحد صديقك اذا تحبه صدق سولف، لان احنا كنا عراقيين ببلد واحد. زين؟ يلا قوموا كملوا دروسكم. عافيه بالشغل. كنا عراقيين، كنا ابناء بلد واحد. الله يحفظ العراق ويحفظ العراقيين ان شاء الله ويوحدهم سنه وشيعه مسلمين ومسيحيين واكراد ومع السلامه.